العوامل الوراثية وتأثيرها على فرص الحمل. هل في مشاكل وراثية ممكن السيدة تتولد بيها وتأثر على فرص خصوبتها؟ طبعا. في بعض المشاكل اللي بتظهر في الرحم بتبقى عوامل وراثية والست مولودة بيها، زي مثلا الحاجز الرحمي، زي الرحم الطفيلي، زي رحم ذو قرنين، زي الرحم الأحادي القرن. الحاجات دي كلها بتبقى عوامل وراثية ممكن تأثر على فرص الخصوبة. برضو في مشاكل على المبيض زي ضعف المخزون المبكر أو فشل المبيض المبكر، دي حاجة من الحاجات اللي لها عامل وراثي. الحاجات التانية برضو اللي الناس ما تعرفهاش كتير إن الأورام اللي فيها نفسها لها عامل وراثي. في بعض الناس كتير بيبقى عندها استعداد وراثي انها تكون اورام ليفيه، لما تيجي تدور في الهيستوري بتاعها هتلاقي ان كان موجود عند والدتها وجدتها، والموضوع متورث في العيله. حاجات تانية برضو من النظريات اللي بتشرح البطانه المهاجره. البطانه المهاجره من ضمن الحاجات اللي ليها تاثير وراثي. طب انا عشان اعرف انا عندي مشكله وراثيه تاثر على الحمل ولا لا، احنا اتكلمنا قبل كده عن الكشف المبكر عن الخصوبه. ضروري جدا عند سن 16 سنه نعمل فحص روتيني للرحم والمبيضين ونعمل تحليل هرمونات عشان نطمن على فرص الخصوبة وفرص الحمل من سن مبكر، فنتجنب أي مشاكل ممكن تظهر معنا بعد كده.